ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ مليء بالبهجة والنشاط. فيديو النهاردة كل حاجة هنعملها من وحي الطبيعة. الخضرة هنعمل النهاردة وصفة المحشي، محشي الكرنب. هنجيب المحشي كمان من الأرض، وهنجيب الخضرة بتاعته والفلفل وكل حاجة احنا مستخدمينها النهاردة، والطماطم وكل حاجة من الأرض. بسم الله ما شاء الله. الكرنب ده طالع كده في الأرض عندنا. فكان فيهم كام واحدة حلوين وحبة كده مش حلوين، فنقينا الحلوين وحشنا الورق بتاعهم اللي هو خربان، اللي هو من بره ده، وخدنا القلب الحلو. خدنا 3 4 كرنبات كده. الكرنب ده بلدي حاجة كده حلوة جدا. وهنجهز الخلطة بتاعتنا. نسكت؟ لا طبعا، المحشي يعني خضرة، فبرضو في خضرة طالعة في الأرض زي ما انتوا شايفين كده. نقيت حبة حلوين، كزبرة بقى وشبت وبقدونس. تمام. هنلاقي حبة حلوين وهقول لكم دلوقتي هناخدها ازاي. الخضرة بتطلع بالشكل ده. انت طبعا المفروض ان انت تقصيها، لكن انا هنا قطعتهم من الجذور، يعني حشتها من الجذور. طبعا الخضرة لازم ان انت تقصيها قص علشان تطلع بعد كده فيما بعد. تمام. فطبعا ما تغلطوش الغلطة دي. عملتها وبابا زعقلي. ربنا يحفظه لي يا رب العالمين. هنجهز حبة من الخضرة حلوين. طبعا عايزة اقول لكم الحاجات اللي طالعة دي من غير مبيدات بقى والحاجات ده كله، لأ طعمها حلو جدًا، جدًا، بتفرق كتير أوي عن الموجودة في السوق. يالّا بقى نبدأ نجهّز الخلطة بتاعتنا بعد ما نجيب حبّة من الكزبرة والشبت والبقدونس. تمام لحد كده. عايزة أقول لكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة يوميات حنان في المطبخ. أتمنى تحطوا لايك كتير علشان الفيديو بتاعنا يترفع. عايزة أقول لكم بقى سيبكم من الكرنب بتاعكم ده كله وهنجيب كرنباية حلوة جدًا كده من السوق كبيرة، هنسلقها إزاي؟ الطريقة بتاعتي اللي أنا مش باغيّرها. باجيب الكرنباية وباحوش القلب بتاعها اللي هو الجذر، وباحطها في حلة مَيّة كبيرة. باطلّع ورقة، ورقة، باقطعه بالشكل ده، بارصه قدّامي على سرفيس علشان كل حاجة تبقى معايا سهلة. جهّزت طبعًا الخلطة بتاعتي. عايزة أقول لكم بصلتين كبار وعليهم حبّة طماطم، حوالي كيلو طماطم، وتحطّي عليهم الخضرة وتغسلي الرز وتضيفيه عليه والتوابل بتاعتِك وكده زي الفل، ومعلقة سمنة بلدي في الخلطة بس. تمام. بعد ما خلّصت المحاشي بتاعتي وهنا حلة بتنجان. عايزة أقول لكم الطبق ده طبق قشطة. تمام. كده حلة المحشي خلّصتها، وكمان عملت بتنجان وكوسة. وجِبت بقى طبق القشطة اللي أنا مخزّناه في الفريزر. حطيت على كل حلة معلقتين قشطة كده حلوين، وكان عندي شوربة فراخ رُحت ضايفاها عليها. سقسقتها بالشوربة وعلى البوتاجاز، وهنا بقى كانت استوت معانا. نجيب بقى صينية كبيرة ونقلبهم عليهم. أيوه شُفتوا النشاط؟ أتمنى الفيديو يعجبكم وما تنسونيش برضه في اللايك. كده حلة المحشي خلصت معانا. كمان عملت حبّة من الكوسة والبتنجان. عايزة أقول لكم حركة القشطة على المحاشي بجد حلوة جدًا رهيبة. آآ لو مش عندِك قشطة هاتي معلقتين سمنة بلدي، بعد ما كل حلة تستوي ضيفي معلقة على الوش كده وغطّيها. عايزة أقول لِك طعمها بتفرق، والريحة كمان ريحة السمنة البلدي بتبقى ريحتها رهيبة. أنا بقى فضّيتهم في صينية كبيرة لإني كانت العيلة يعني اللي هتاكل. فعايزة أقول لكم إن الصينية دي ما شاء الله اتنسفت، يعني إحنا اتطحنا عليها يعني ما شاء الله كان حلو جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم القشطة عملت ريحة كده ريحة السمنة البلدي طبعًا. القشطة دي عملتيها منين والّا جبتيها منين؟ جمّعتها من وش اللبن بتاعنا. اللبن دسم، فكنت باخد الوش بعد ما باغليه وباسيبه في التلاجة، كان بيعمل طبقة كبيرة من القشطة. كنت باحوشها وباخزّنها في علبة في الفريزر أو في طبق زي ما أنتم شُفتوا كده. تمام. شايفين الكوسة كل حاجة مستوية وحلوة جدًا. طبعًا عايزة أقول لكم ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم كده. مع السلامة.